الإنسان خصها درس خاص. إنما أنا قدمت هذه المقدمة باش نبين لكم بأن العناية بالولد وبوصية للولد أمر مهم، لا سيما وأننا نعيش في هذه الأيام يعني استقبال موسم دراسي، وعند استقبال هذا الموسم الدراسي لا بد أن نعرف أمورا لابد الإنسان أنه أن يركز عليها. هذا الموضوع ديال الدراسة والعلم هو موضوع مهم. أولا، الله تبارك وتعالى خلق الإنسان متعلما، كائنا تعلميا قابل للتعلم، وأنه ليس لا يأتي بعلم جبلي وينتهي عنده، إنه الإنسان يتعلم، خلق الله تعالى قابل للتعلم، وأكرمه بهذا عن الملائكة، أكرمه بذلك العلم والتعلم العلم. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ثم قال تعالى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ففضله الله تعالى بالعلم، وتفضلت الذرية ديالو بنو آدم كلهم بالعلم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، فبالعلم تفضل الإنسان على باقي الكائنات. وأنه شو دابا الإنسان الله تبارك وتعالى خلقه عريان، ما خلق ليه لا صوف لا شعر ولا وبار ولا الذيول، يعني مثلا الكباش والخراف والغنم والإبل خلق الله تعالى هذا الجلود ياك، لأن ما عندهاش العقل باش تصنع الملابس. لكن الإنسان الله تعالى خلقه عاري، ولكن أنزل عليه اللباس، لأن خلق له المنطق العقل باش يصنع هذا اللباس، لباس يواري سوءاتكم. وقال تعالى أن سبحانه وتعالى جعل لنا من الشعر ومن الوبر يعني سرابيل كما قال تعالى: سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، يعني ألبسة ويلبسها الإنسان تقي الحر وتقي كذا، ولكن باش وصلها بالعقل، فهذا هو الفرق. لذلك الإنسان لما جعل الله تعالى العقل جعله يصنع اللباس يستتر به، هذا فرق بينه وبين البهائم.